رح نعمل اليوم أطيب قرايدس كريسبي بطريقة كتير سهلة، والطريقة أخدتها من شيماء مرت ابني، كتير طريقتها طيبة ونكهتها كتير مميزة. وبالقلي ما بياخدوا معي وقت، بياخدوا معي 5 دقايق. بقدر اقليهم بهيدي القلاية يا اما بقليهم بمقلاية على الغاز، بس بنتبه ما تكون نار الغاز قوية كرمال ما احرقهم. خلينا نشوف المكونات، والطريقة كتير سهلة. المكونات 2 كيلو من القريدس مقشور ومنزوع الظهر، بغسلهم منيح وباخدهم على مصفاية. إذا ما حبيت الدنب بقدر قيمه. باخدهم على مصفاية، بضيف عليهم خل وملح، بتركهم مدة 5 دقايق لحتى ينزلوا الكمخة البيضة اللي فيهم. وهلأ هون بجهز معلقة من الثوم المهروس، معلقة من البابريكا، معلقة من الفلفل الأبيض طحنته مباشرة، معلقة من الفلفل الأسود كمان طحنته، معلقة من بودرة الثوم، نص معلقة من الهيل المطحون، نص معلقة من الملح. بخلطهم مع بعض منيح، بضيف عليهم القريدس، بخلطهم مع البهارات، القريدس مع البهار كرمال ياخدوا طعمة الثوم والبهارات. هون بعد ما خلطتهم منيح بضيف عليهم حبتين من البيض وبخلطهم مع بعض. بقدر اعمل خطوة تانية، اكسر بيضتين وضيف عليهم كوب من الحليب واخلطهم مع بعض، وبغطيهم وباخدهم على البراد لحين استعمالهم. هلا هون طلعته من البراد، بدي بلش غلفهم. عندي الخبز المحمص، فتات الخبز مع الكزبرة والبصل، بودرة الثوم وبودرة البصل، تبل فيهم القريدس بهيدا الشكل. بخلطهم بإيدي بهيدا الشكل، كز عليهم شوي بإيدي لحتى يلقطوا. الطريقة كثير سهلة، ما بتاخد عنا وقت وما بتعذبنا، بكل سهولة بيلقط الكعك على القريدس. هلا هيك بخلص كل الكمية بنفس الطريقة، وبين كل صفة وصفة بفرش فوقها ورقة النايلون كرمال تبقى كل حبة لحالها. بفردهم فوق النايلون، وهيدي آخر حبة هيك عندي الشكل. وهلأ خلصت الكمية كلها، حغطيهم بورقة النايلون وشيلهم بالبراد لحين استعمالهم. يا إما بحتفظ فيهم بالفريزر لوقت بدي أقليهم، وبطلعهم وبتركهم لحتى يدوب منهم التلج. وهلأ هون بضيف لمقلاية زيت، يا إما لهيدي الفريتاز القلاية الكهربائية، بضيف عليها بغمرها زيت كافي، بتركها لحتى تسخن الزيت. ببلش اقلي فيها القريدس بهيدا الشكل. بتركهم لمدة 5 دقايق. 5 دقايق كافية عليهم كرمال ما يتحرقوا. هلا صاروا عندي جاهزين، بصفيهم منيح من الزيت وباخدهم على مصفاية. كرمال يتصفوا بعد من الزيت، وبخلص الكمية كلها بنفس الطريقة. يا اما بقليهم بمقلاية على النار، طبعا نار الغاز اقوى من نار الكهرباء. بقليهم كمان 5 دقايق او اقل على حسب قوة النار عندي. هون تركتهم مدة 7 دقايق فاستووا عندي زيادة هيدا الشكل. بنقدمهم مع البطاطا المقلية، يا اما مع الرز الاصفر، يا اما بقدر اعملهم سندويشات. والف صحة وعافية من مطبخ فاطمة العالمي.